بنثني على بيلينغهام اللي سجل وصنع، وبنثني على مبابي اللي اليوم سجل وهدف من اهداف مبابي الجميله. الناس بتثني كمان على تشاوميني والشيء اللي عمله كقلب دفاع، نثني على جولير والهدف اللي سجله، نثني على ابراهيم دياز، نثني على العديد. ولكن اين مودريتش من هذه المعادله؟ أليس من الظلم أن نثني على الجميع في مباراة مثل مباراة اليوم من دون ما نجيب سيرة مودريتش؟ طب مودريتش يا جماعة لو ما سجل، لو انه نزل، انا مرة قلتها انه اذا مودريتش نزل يقصدر على ارضية الملعب وطلع ريال مدريد خسران، انا ما بلومه، لانه خلص هذا حده. فكيف لما يكون مؤثر وسبب مباشر بتسجيل الهدف الاول اليوم وسبب مباشر بتسجيل الهدف الثاني اليوم، واللاعب بيعمل ضغط عالي وبيلعب على اليمين وبيلعب على اليسار وبيساعد في بناء الهجمه وساعد في بناء الهجمه على اليمين وساعد في بناء الهجمه على اليسار، يا جماعه والله ظلم. عموما ريال مدريد فاز، امبابي سجل، بلينغهام سجل وصنع، جولير سجل، ريال مدريد قلص الفارق بينه وبين برشلونه الى نقطه واحده، وبالتالي